الو. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل اختي. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضلي نسمع سؤالك. انا سؤالي اذا كانت البنت تحب شخص اوكي يكون نعم. صبي وهي تحبه وايد وهو الوحيد اللي حسسها ان هي لها قيمة بهالدنيا. نعم. اوكي، يعني شلون تقطع العلاقة مع انه صعبة تعلقت فيه وبعدين مو قصده هو مو شريف، قصده شريف يعني هو بديرة وايه بديرة. نعم. يعني مو قصده شيء مو زين وشريف. لا، احنا قاعدين نتكلم اخت نرجس عن حقوق المرأة وان المرأة ليس لها حقوق. جاوبوا لي على سؤالي والله العظيم انا تعبانة وايد منه. بليز نعم. جاوبوا عليه. يعني انا ما اعرف شلون اقطع علاقتي معاه، مع ذلك يعني انا احب الدين واحب الله وشي. نعم. بس ما ادري شلون ابدا، يعني شلون اقطع علاقتي معاه. هو الوحيد اللي حسسني ان انا لي وجود بهالدنيا. نعم، عشان يعني نلخص اللي قلتيه اخت نرجس، سؤالك ان هل لك حق في هذا الموضوع اللي انت ماشيه فيه او لا، صح؟ ايه، وشيء طيب. ثاني شلون اقطع العلاقه؟ طيب. انا احبه وايد وايد. طيب، شكرا لك اختي فضيلة الشيخ. يعني للأسف يمكن سؤال نرجس مو موضوعنا، لكن إذا سمحت لي أيضا أدخل في موضوع العلاقات البعيدة عن عيون العائلة. العلاقات قد بعضها من يوصل من نظرات إلى ما لا نهاية. فأبي كلمة من فضيلة الشيخ اللي يمشون في هالعلاقات، ومثل أخت نرجس لله الحمد حسوا أنهم في طريق خطأ وأن من حقهم أنهم يتوقفون في الموضوع. كيف نتوقف وننهي علاقات يعني كانت تغضب رب العالمين في الماضي، والآن نبي نبدي صفحة جديدة؟ نعم، هو هكذا يفعل من يدعي حب الله سبحانه وتعالى. وأحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله إيش فاعصوني فاتبعوني يحببكم الله. هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي رسم لنا الطريق وقال: من خرجت وهي متعطرة حتى يجد الرجال ريحها فهي زانية. ما لها علاقة بأحد ولا تحب أحد، بس كذا طلعت بالطريقة. إذا كان الله سبحانه وتعالى، شفت الحب هذا اللي قاعد أتكلم عنه، هذا هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: بتقلب عليه ويقلب عليها. قال: الأخلاء يومئذ، إذا نسينا يومئذ نقعد نقول حتى قدام الناس عادي نحب بعض الحرام. يومئذ بعضهم لبعض، ما قال متنافرين متخاصمين تاركين بعض، لا، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جاءت الآيات حتى تكون صواعق تعلمنا كيف نترك الآن، لأننا بنترك يوم من الأيام شئنا أم أبينا، لكن نترك وجهنا زين عند رب العالمين. وجاء الصحيفة: أنا تركت يا ربي لأجلك، غير يا ربي أنت فرق بيننا غصب. والآن قال الله عز وجل: يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن. هالشيطان اللي لعب عليه وقال لي أنت ما تقدرين تخلينا، وهو اللي من الإنس ضحك علي، إيش تبغين فيهم؟ قال الله: نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يا ربي ورني إياه أبدوس عليه وهو يقول بدوس عليها. هذا كلام رب العالمين. قال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام. استمري معي يا بغيتي. تشقق السماء، هذا كلام لن يخلف، وانت واحدة من اللي بيطلعون من الأجداث وأنا وياك نطلع. قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم مباشرة ذكر قضية العلاقات المحرمة. قال: ويوم يعض الظالم على يديه. ايش صفة الظالم؟ ايش سوى؟ ما ذكر الله انه قتل ولا فعل. قال: ويوم يعض الظالم مو على أصبع، على يديه. الآن ما عندنا قضية واحدة. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، أول قضية تذكرها اللي ذكرتها أخت غالية. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش ذكرتيه الآن؟ وليش قلت يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا؟ قالت: لقد أضلني عن الذكر. تعال شوف صلاتها كيف. بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لكن إيش الفائدة؟ ما عاد في فائدة. قال الله عز وجل: تلقى لو تقول لها قوم يصلي الليل وهو بيتصل في الليل راحت. صحيح. وهذا اللي قال الله عز وجل:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما قال يعبدونهم، قال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا، يقول لي صادق يحبني أشد حبا لله. الوقت اللي أنت تعلقت قلت ما أترك، وهو اللي حسسني بقيمتي، في واحدة قائمة وتسجد لله عز وجل وتقول يا رب لا حول لي ولا قوة، والله يا رب إني أشهدك أني أحبك، وأنا والله على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي. في نفس المشهد إيش قال الله؟ إيش النهاية؟ القرآن لما يطرح قضية ما يغفلها بدري، لا، قال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي شيء لله ثم أو لبشر إذا يغضب الله أتركه، هذا علامة الإيمان، أشد حبا لله. ثم قال ولو يرى الذين ظلموا، سماهم اللي يحبون وتضحي بصلاتها وتفكر بصلاتها عشان فلان وتعبد بين رب العالمين تفكر فلان. قال الله عز وجل أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. يقول حين ما يحاسب شيء، لكن إذا جلست تحت الأرض مو جاي يدعي لها عند قبرها. نعم صحيح. يروح يدور لغيرها إذا كان هو الحين ما عنده غيرها. وليست هذه القضية، هي قضية خسارتك بعلاقتك برب العالمين. لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شو بتقول؟ ويقول الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يا رب رجعني، والله مو أقطع العلاقة، أقطع قلبي وقلبه. صحيح. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ايش قال الله بعدها؟ قال خلاص سامحناهم. قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ثم بعد ذكر خطوات الشيطان. هذه قضيتك أنت أخيتي الغالية، قضيتك أنت أنك تتركينه، ما هو على كيفك. أنت عندك خيارين، إما أنك تأخذينها بحرام، وقضية تقول قصد شريف، ما أحد يعصي الله وقصد شريف. صحيح. ما أحد يخالف كلام رب العالمين، الله سماه خائن، تقولي لي أنت شريف. وحتى أختي الغالية اسمحي لي، أنت خنتي دينك وأهلك وخنتي رب العالمين اللي حركك ولو شاء جعلك معاق. صحيح. أنت خنتي اللي أعطاك الكلى وجعلك 8 ساعات لما تغسلينها قاعد تكلمين. اللي أعطاك يدينك اللي غيرك ما ينظف نفسه وأنت تنظفين نفسك، صرت تعصين الله سبحانه وتعالى فيها. لكن قال الله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما راح يقول لك لا والله بيض الله وجهك وجزاك الله خير، لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال ترضاه لأمك تأكدي أنه والله إن اختار الله لك زوج سيختار لك مثلك في هذه الحال، وأعوذ بالله أن تستمرين في هالمجال. سيختار لك مثلك يقطع قلبك. كل يوم تلقين في جواله اتصالات وتلقينه قاعد يغازل، وبكرة تروحين لهلك مدخل واحدة في البيت وتلقين أشياء، لأن الله عظيم. اعملي ما شئت الآن يعطيك زيك. قال الله سبحانه الطيبات للطيبون والطيبين الطيبات والخبيثات للخبيثين. فإذا يا أختي لا نصفق لك ونخدعك ونقول لا والله بالعكس وحاولي، لا، مين قضية حاولي. القضية قضية أنت عندك عقل وعندك رب أكرمك الآن تتحركين وتنفسين. والله العظيم إن الله أعز من هذا، والله إن الله أكرم من هذا. يقول الله عز وجل، وهذه الآية أختم بها، ما قال أن الله أحد فيه عنده غرض شريف وهو مخالف، قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ثم ايش قال بعدها؟ قال إن الله لا يحب، والله إنها كلمة تقطع القلب، لا يحب من كان خوانا أثيما. كل يوم قاعد تقول من كان خوانا أثيما. ايش قال الله في وصف حالتهم؟ قال يستخفون من الناس، قدام أبوها ما تكلم، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ايش قال بعدها؟ قال ها أنتم هؤلاء اليوم قاعدين تطبلون بعضكم وتدافعون عن بعضكم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، قلت حرية شخصية وهذا من حقوقها وهذا. قال فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ اللي بوقف هي قاعدة بين يدي الله عز وجل تفتح الصحائف 3 ساعات اليوم قاعد تكلمينه وتعلمين اني اراك وانا احرك انفاسك واسقيك من الماء البارد، وغيرك يعاني ما يرفع كوب. صحيح. وغيرك، فاذا غيرك الان عندها نتيجه سرطان تطلع بكره. اذا انعمنا على الانسان اعرض، هذه مسؤوليتك انت. قال الله عز وجل واني لغفار لمن تاب، ما تكفي وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اما ان تصبرين تقدرين اليوم ولا تحملي اللي تقدرين عليه بكره. قارنيها واحسبيها في راسك، وأسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسترنا وإياكم. نعم.